بطري. بالضبط البتري. خلونا ننتقل للفن والفنان السعودي عبد الله الدوسري اللي وقع مؤخرا عقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لإنتاج أعماله الفنية القادمة. راح نتعرف اليوم على تحضيراته وتجهيزاته من بعد توقيع العقد بينه وبين روتانا من خلال هالاتصال. نقول لك مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير حبايب قلبي بدر ورولا واخونا الدي جي وعلى كل مشاهدينا اونلاين روتانا خليجيه. يا هلا فيك. اول شيء كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. تمام الله يسلمك. اول شيء نبارك لك على توقيعك مع شركه روتانا. خبرنا عن هذه الموضوع، موضوع توقيعك وكيف تم الاتفاق. طبعا روتانا شركه غنيه عن التعريف يعني اكبر الفنانين يتمنون الانضمام لها، والحمد لله يعني شرف كبير اللي انضميت لها. يعني شرف كبير بعد انه تم اختياري من بين الجروب اللي انا كنت معاه بستار اكاديمي 5 اني انضم لهالشركه. عبد الله، شو السبب الرئيسي اللي خلاك تختار شركه روتانا عن غيرها من شركات الانتاج؟ هو اكيد يعني روتانا اختارتني، وانا الحمد لله يعني مقتنع يعني اشتغلت مع روتانا يعني روتانا بالعاده تعرفني تختار، انا ما اقول هالشيء انه ضرور، بس بالعاده روتانا تعرف من اللي يستاهل انه ينضم لها. طب عبد الله، لازم اكيد صارت في خطه للفتره القادمه لطرح اعمالك الغنائيه مع شركه روتانا. ايش راح يكون فيه؟ ايش راح توعد جمهورك في الفتره القادمه بعد توقيع الالبوم؟ ان شاء الله يعني خلال فتره الشهر الجاي راح يكون في عملين سنجل راح ينزلون. طبعا انا اول مره اصرح بالتفاصيل عن طريق برنامجكم. يلا نبي التفاصيل احنا عبد الله، تفضل. الاغنيه الاولى طبعا بالايقاع السريع اسمها اسبوع. شو اسمها؟ اسمها اسبوع. اوكي. كلمات الشاعر احمد علوي والحان الملحن عبد الله جاسم. والاغنيه الثانيه بالايقاع الكلاسيك كلمات عارف الهاشل والحان محمد العريفي. واتمنى ان شاء الله يحزن اعجاب الجميع. واحنا نتمنى نسمع ولو كوبليه، يعني شيء بسيط. ايش رايك؟ التفاصيل يعني كويس اني قلت لا احب اخلي مفاجاه. زين، كيف شفت العملين هذول؟ مقتنع فيهم؟ حاسس انه راح يعملون جو ان شاء الله؟ الحمد لله يعني 100%. ايش راح تنزل اول شيء، السريع ولا الكلاسيك؟ لا سنتين مع بعض راح ينزلون مع بعض. عبد الله، انت فزت مؤخرا بجائزه تشجيعيه من لجنه الحكم بجوائز الميدل ايست ميوزك اوورد عن اغنيه الله يخليك. خبرنا عن هالجائزه وشو بتعني لك وبنبارك لك بنفس الوقت عليها. الله يخليكم تسلمون. طبعا هذا شرف كبير لي ان يعني بدايه مشواري ربحت هذه الجائزه. يعني اشكر كل اللي صوتوا لي، يعني اشكر كل الجمهور اللي صوت لي. طبعا انا وصلت المرحله الاولى بتصويت الجمهور، بس بعدين صار راي الحكم فزت بالجائزه التشجيعيه. حلو. يعني اشكر كل اللي صوت لي واقول لهم يعني جد من جد هذا انجاز يعني يشكرون عليه. عبد الله، شوي الارسال بلش يقطع. اي يا ريت بس لا تروح مكان في ارسال. سامعنا اهم شيء؟ الحين اوكي الحين. عبد الله، اكيد في تواصل كبير من جمهورك في المنتدى الرسمي لك، وايضا من خلال الجروب الخاص في الفيسبوك، واللي يتابعونك حاليا اكيد من خلال برنامج اونلاين. شو تقول لهم من خلال هذه الاتصال؟ يعني بصراحه انا منتداي اعتبره بيتي الثاني، يعني هو اللي اتواصل فيه مع كل محبيني وعلى طول. نعم. من القلب الى القلب، على طول كان التواصل مع كل اعضاء المنتدى، والفيسبوك طبعا نفس الشيء. يعني بعتبرهم من جد اخواني، يعني لما تدخل المنتدى بتحس بالشيء هذا، يعني احساس العائله انك الكل مترابط مع بعض. يعني كل واحد لما يكتب موضوع يكتب الموضوع كأن يعني المنتدى له، يعني